أحدثت خلاصة مابوتو شرخا عميقا في قلوب الجماهير المغربية، فمثلما تفنن أسود جيريز في رشق الرباط بالخيبات، كانت التعبيرات تذمرات في تذمرات. أظن أنه لم يبقى أي شيء يذكر، خصوصا أنه جل المغاربة أصبحوا الآن يتمنون خسارة الفريق الوطني، لا ليس كرها في بلدهم، ولكن من أجل أن يرحل جيريتس عن الفريق، خصوصا أنه تسبب في هدم هذا الفريق وفي هدم ما بناه سابقه. البلد اللي عطات لاعبين كبار وعطاتهم مدربين في المستوى ويحطموا هذا الامل ديال الشعب المغربي، فهذا حرام. فعل الجامعه باش تشوف في الاطار الوطني اللي هو اللي يعرف اللاعبين المغاربه. كان الناس يمنون النفس أن شيئا ما سيأتي على يد جيريز، لكن شخصية المنتخب بدت في غاية الضعف أمام الموزمبيق، فكان استياء الجمهور في أوجه وخرجت المكنونات على مصراعيها. المدرب خصو يمشي بحالته، لاننا ما قدم لنا والو. هذه 3 سنين باقي ما وجدش لنا المنتخب اللي كنا كنتمناوه. المنتخب عندنا المنتخب مزيان، ولكن اللي يخدموا ما كاينش. المهازل غتستمر ديما، فهمتي؟ ما حد المسيرين كيشوفوا الاخطاء وساكتين، غادي تبقى ديما المهازل. نكسة مابوتو ذاق مرارتها المغاربة الذين سيحتاجون كثيرا من الوقت وحزمة من الإنجازات لنسيان